الراجل اللي انتوا شايفينه ده من اكتر الشخصيات اثارة للجدل في التاريخ الحديث، لدرجة ان كتير من الناس كانوا مؤمنين ايمان تام انه ما كانش بشر اصلا، وانه كان عبارة عن شيطان متمثل في جسم بشر. والبعض راح لابعد من كده وكان بيأكد انه ابن الشيطان نفسه كان لابس زي راجل دين راهب، وافعاله توحي انه مؤمن، وفي نفس الوقت تخليك تتأكد انه شيطان بدون ادنى شك. وبسبب غرابته دي اصبح مقرب جدا من اخر اسرة قيصرية روسية لمدة 12 سنة كاملين، ولعب دور كبير جدا في بقائها، وفي نفس الوقت كان ليه دور كبير جدا في سقوطها. والاغرب انه تنبأ بحاجات كتير جدا اتحققت، وكان اخرها طريقة موته ومين هيقتله، وانه لو حصل ومات بطريقة معينة فده هيتسبب بسقوط الحكم القيصري في روسيا ومقتل جميع افراد العائلة القيصرية خلال اقل من سنتين بعد موته. وده اللي حصل فعلا بعد قتله ب9 شهور بس. والاغرب من كل ده هي طريقة قتله اللي كانت غريبة وصعبة بدرجة مخيفة، لدرجة ان القتلة نفسهم خافوا انه يكون غير قابل للقتل اصلا. الراهب الروسي جريجوري راسبوتين اتولد راسبوتين سنة 1869 في عيلة مزارعة في قرية نائية في سيبيريا. والغريب ان الراجل ده من اول ما اتولد والنحس اصاب جميع افراد اسرته، وتعرضت لمصايب كتير جدا اثرت على نفسيته وشخصيته. ومن ابرز النكبات دي لما كان عنده 12 سنة حصل حريق في المنزل وادى لدمار المنزل بالكامل ومقتل امه. وحصل بعدها بفترة بسيطة حادثة ما تقلش عنها بشاعة. راسبوتين كان عنده اخ اسمه ميخائيل، وكانوا بيلعبوا عند نهر قريب منهم، وفجأة النهر حصل فيه فيضان مفاجئ وسحبهم وخدهم بعيد. وفي الحادثة دي مات اخوه ميخائيل، وفضل راسبوتين في غيبوبة طويلة. وبعدها بشهور وقعت اخته في النهر وهي كانت بتغسل الملابس وغرقت هي كمان. والاغرب من كده ان بعدها راسبوتين فاق من غيبوبته وقال انه بيمتلك قوة خارقة وانه يقدر يشفي اي شخص، وادعى كمان ان في رؤى وتنبؤات بتجيله بشكل دائم وبتبلغه بحاجات هتحصل. في الفترة دي كان في معتقد متغلغل في المجتمع الروسي بيتمثل في فكرة ان المسيح بيعود للظهور من فترة للتانية متمثل في جسد شخص عادي. والغريب ان المعتقد ده رجع للظهور في فترة سبقت ظهور راسبوتين، بس الاخطر انه اقترن المرة دي باقاويل عن ظهور تجسد لاحد ابناء الشيطان عشان يقاوم مجيء المسيح. ومن اشهر الجماعات اللي كانت بتسير على المعتقد ده هي طائفة سرية اسمها خليستي، وكانت طقوس الطائفة دي بتتركز على الرقص وشرب الخمور والقيام بممارسات جنسية داعرة من جنس جماعي او اي حاجة شاذة زيه. وكان الهدف منها هو التأكد من الانغماس الكامل في المعاصي عشان يتطهروا منها فيما بعد وينالوا التوبة على ما اقترفوه من خلال عدم الاتيان به مرة تانية. بمعنى اصح كانوا بيتعمدوا يوصلوا لاقصى درجات الفجور، اعتقادا منهم انهم لما هيتوبوا ربنا هيحبهم اكتر من الناس اللي ما عملتش الذنوب دي اصلا. وتعرف عن راسبوتين انتمائه في شبابه المبكر لعدد من الجماعات ذات الممارسات الروحية والجنسية المشبوهة، واللي بتقترب جدا من ممارسات عبدة الشيطان وممارسي السحر الاسود، وخصوصا في قيامهم بالاجتماع في الغابات والاحراش للقيام بالطقوس الغامضة. وفي كل الاحوال كان نجم راسبوتين بيلمع لدرجة بتخليه يكون قريب جدا من انه يبقى قائد هذه الجماعات ونموذجها الروحي. ومن اشهر الجماعات دي هي جماعة خليتسي اللي ذكرتها لكم من شوية. وبداية من سنة 1881 بدأ راسبوتين سلسلة من الرحلات سيرا على الاقدام، سافر فيها لليونان والاردن وسوريا وفلسطين، وزار فيها معظم البقاع المسيحية المقدسة والاديرة الشهيرة في البلاد دي، وكون عدة صداقات وتعرف على مئات الناس، وكأنه بيقوم بتدريب عالي المستوى تجهيزا لمهمة كبيرة. ومن المعروف عن طائفة خليتسي اللي اعتاد راسبوتين انه يمارس طقوسها ان الطقوس دي كانت بتتم في الغالب حوالين حوض كبير من المية. وده بيطرح سؤال: هل كان الحوض المائي ده بمثابة عرش مصطنع للشيطان؟ وده على اعتبار ان المية هي الوسط الملائم والمستقر المناسب للحضور الشيطاني، خاصة لو عرفنا ان في الطقوس دي كانوا بيبدأوا في رؤية تجسدات ضبابية فوق سطح المية خلال تأديتهم ليها. وكان من اشهر اشكال الضباب اللي بتظهر لهم هو شكل الغراب الاسود وشكل امرأة بتحمل طفل، والبعض منهم كان بيقول ان الطفل ده هو ابن الشيطان. استمر راسبوتين في طوافه وكان كل يوم بيزداد شهرة عن اليوم اللي قبله بين أهل مدينته والمدن المحيطة بيها. وكانت مسألة وقت وبزغ نجم راسبوتين بسبب قدرته الغريبة على التنبؤ والفراسة اللي كان بيتمتع بيها، واللي نجي بسببها من محاولات الآخرين لخداعه، وقدرته على شفاء الناس من خلال وضع إيديه على موطن الداء.
وتعرف كمان بكرمه، وده لأن كتير من أتباعه كانوا بيهدوه هدايا وأموال وتحف، وكان بيمنحها فورا للمحتاجين. والثابت في كتب مؤرخين الفترة دي إن بحلول سنة 1900 كان راسبوتين أشهر شخصية في سيبيريا بالكامل، وكان في الوقت ده في منتصف الثلاثينات من عمره. بعد كده اتجه راسبوتين لمدينة سان بطرسبرغ العاصمة القيصرية الروسية. ايه السبب اللي خلى راسبوتين يتجه لسان بطرسبرغ؟ محدش يعرف. استغرقت زيارة راسبوتين لسان بطرسبرغ حوالي 5 شهور، ويبدو انها كانت كفيلة جدا لكتابة فصل جديد من فصول التاريخ الروسي في القرن العشرين. في الفترة دي كان بيحكم روسيا القيصر الروسي نيكولا، وكان القيصر نيكولا وزوجته ألكسندرا من المؤمنين بالعرافين والمشعوذين ومدعي تحضير الأرواح، وكان عندهم 4 بنات وولد واحد اسمه أليكسي، وكان هو ولي العهد. بس أليكسي كان مصاب بمرض نادر وخطير جدا في الوقت ده، وهو مرض الهيموفيليا، وكان بيعمل عنده نزيف دموي تحت الجلد، وبعدها بيظهر ورم بيتصلب وبيتبعه شلل مصحوب بآلام شديدة. والمعروف ان اللي بيصاب بالمرض ده بيفضل ينزف من اي جرح في جسمه لحد ما بيموت. والمرض ده سبب شرخ نفسي عميق في نفس القيصر وزوجته، لدرجة انهم عينوا جيش من الاطباء للسهر على ولي العهد اللي كان دايما محاط بالرقابة خوفا عليه. وتعهد راسبوتين للقيصر وزوجته بإنقاذ حياة ابنهم ووارث عرشهم. وفي إحدى نوبات النزيف كان راسبوتين حاضر، وقدر فعلا يخفف النزيف وينقذ ولي العهد، واللي تم اعتباره عمل إعجازي بشكل كامل. وبيقال إن كل اللي عمله راسبوتين هو إنه قام باستخدام التنويم المغناطيسي اللي اتعلمه في الجولات اللي قام بيها في بلدان كتير حول العالم. والإنقاذ البطولي ده أوصل راسبوتين لأعلى المراتب في القصر، وأصبح المستشار الشخصي للإمبراطورة. وكان تقربه من الإمبراطورة وجلوسه في القصر هو اللي أوصله للإمبراطور، وأصبح من أكبر أصحاب النفوذ في القصر الملكي. علما إن راسبوتين كان عنده قدرة هائلة على التنويم المغناطيسي، وتعرف عنه تفرده بالقدرة على التنويم باستخدام صوته بس، لدرجة إنه مارس التنويم بالصوت من خلال الهاتف. وكمان أحد أسباب شهرة راسبوتين الكاسحة كانت ترجع لفصاحته وطلاقة لسانه وقدرته الغريبة على الإقناع. وخلال فترة قصيرة قدر راسبوتين إنه يعلق القصر الملكي بيه، لدرجة إنه لما اختفى عن القصر في وقت معين كتبت له الملكة ألكسندرا زوجة القيصر الكلمات دي: معلمي الحبيب الأبدي، أيها المنقذ والناصح المخلص، أي ظلمة أعيشها بعيدا عنك، لقد تمنيت استرخاء الروح وسكون الجسد في دفء جليسك، دعني أقبل يديك وألقي برأسي على كتفيك المباركتين، كم تغمرني السعادة حينها، إنني لا أنشد من الحياة غير أن أنام على صدرك وبين ذراعي، أي غبطة أعيشها وأنت قربي، أين أنت؟ أين ذهبت؟ عجل إلي بخطاك فقد أعياني صبري، وسلواي أن أرقب خطاك. وطالما وصلنا للنقطة دي فخلينا أذكر لكم إن راسبوتين كان عنده قدرة غريبة على غواية النساء، حتى أكثرهن عفة والمتزوجات منهن على وجه الخصوص. وكانت بتروى الأساطير عن قدرته في غوايتهم، وكان بيتم تشبيهه في المجال ده إنه أقرب ما يكون إلى الشيطان بافوميت. وكتير من المؤرخين أرجعوا قدرته على اكتساب النفوذ في البلاط القيصري إلى مساعدات عشيقاته من زوجات كبار رجال الدولة. وكمان اشتهر راسبوتين بقدرته على شفاء الأمراض والجروح بمجرد وضع إيده على مكان العلة، وده خلى ليه عدد كبير من المريدين والمتوددين، خصوصا خلال فترة لمعان نجمه. لكن قدرته الخارقة هنا ما تجسدتش إلا من خلال إيقافه عدة مرات لحالات النزيف اللي تعرض لها ولي العهد، وكادت أن تودي بحياته أكتر من مرة. وكانت أغرب المرات دي هي المرة اللي تمكن فيها راسبوتين من إيقاف نزيف ولي عهد القيصر الروسي من على بعد مئات الأميال عن طريق مكالمة هاتفية قام فيها بتنويمه مغناطيسيا. وكمان راسبوتين كان عنده قدرة من طفولته على معرفة السارقين بمجرد رؤيتهم، والأغرب كمان هو معرفة أماكن المسروقات المخبأة من غير ما يكون عنده أي معلومات عن ملابسات السرقة. وبتحكي بنت ماريا في مذكراتها عن الفترة اللي عاشتها معاه في فترة صعود نجمه، وقالت: ذات يوم جاءت امرأة مجهولة إلى راسبوتين حاملة حقيبة، فانتزع راسبوتين حقيبتها منها فور دخولها وقال لها: ارميها. وعلى الفور سقط منها مسدس وأغمي على المرأة وهي في حالة هستيرية. نيجي بقى لنهايته اللي انتم منتظرينها من أول الحلقة. في ديسمبر سنة 1916 كتب راسبوتين خطاب للقيصر تنبأ فيه بقتله ومين اللي هيقتلوه، وبيقول في الخطاب ده: إذا قتلني أقاربك
فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين، وتستطيع أن تقول أيا من أولادك أو أقاربك، فسوف يلتهمهم الشعب الروسي. نعم سأقتل، لم يعد لي وجود في هذه الحياة. صل أرجوك، صلي وكن قويا وفكر في عائلتك المصونة. وفعلا ده اللي حصل سنة 1916. تم قتل راسبوتين على ايد الامير فيليكس يوسوبوف والدوق الأكبر ديمتري، اللي قاموا بدعوة راسبوتين للقصر بحجة تعريفه على زوجة الأمير يوسوبوف. وبالفعل راح لهم راسبوتين ودخل الغرفة لمقابلة المرأة، لكن لقي الغرفة مليئة بالحلوى بس، وكانت الحلوى دي مشبعة بسم الصيانين، وكان موجود كمان في الخمر. لكن الغريب إن السم ما أثرش على راسبوتين، ولما طال انتظارهم إنه يقع من تأثير السم ويئسوا من إن ده يحصل، قاموا أطلقوا النار عليه وحاولوا يحرقوه. لكن حصلت مفاجأة تانية وفاق راسبوتين وحاول يقتل اللي كان بيحاول يحرقه، وخرج بسرعة للحديقة بتاعت القصر وهدد بإخبار الإمبراطورة باللي حصل. وساعتها قاموا بضربه بالنيران مرة تانية، وقبل ما يفوق تاني قاموا بربطه بالحبال ورموه في نهر مويكا أو نيفا المتجمد. وبعدها بأيام عثرت عليه الشرطة مقتول، وبكده تنتهي حياة الراهب راسبوتين. لكن الجزء الأهم والأخطر هو إن اللي هدد بيه حصل. بعد حوالي 3 أسابيع من قتله تم اغتيال 2 من قرايب القيصر نيكولا، وبعد مرور 9 شهور على مقتل راسبوتين تم إعدام القيصر نيكولا نفسه وزوجته ألكسندرا على إيد الثوار البلشفيين. وبكده تكون اتحققت نبوءة راسبوتين بالكامل، أو ابن الشيطان زي ما بيسموه البعض. رجاء لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي كومنت برأيك عشان ده بيساهم في انتشار الفيديو. كان معاكم إسلام الجندي، ما تنسوش الاشتراك ومع السلامة.